السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عواشركم مبروكة ان شاء الله. اليوم غنحضر معكم واحد الكيكه اللي كتجي لذيذه بالكراميل. تحضروها الفطور العيد ان شاء الله، وتبقى عندكم في اي وقت بغيتو توجدوها. كتجي لذيذه. اول حاجه كناخذوا واحد الاناء كنوضعوا فيه البيض. بسم الله. كتل البيضات مخرجاهم من الثلاجه من قبل، كيكونوا ما كيكونوش باردين. كنحتاجوا كاس صغير ديال سنيده، حيت ما غنحتاجوش السنيده بزاف لحقاش كاين فلون ديال الكراميل الكبير كيكون حلو. اي ما يعادل نص كاس ديال العنبه. اللي بغى يعبر بالكاس ديال العنبه يدير نص كاس، والسكر دائما كيبقى على حسب الذوق. كاس صغير ديال سنيده. كندير واحد القبصه ديال الملح وكنخلطو بالطراب، نخلطو جيدا. كما كتشوفوا الخليط من بعد ما خدمناه مزيان كيولي كريمي، كيولي ابيض اللون ديالو. كنضيفوا دابا الزيت بالتدريج. بالنسبه للزيت عندنا كاس لاروم ديال العنبه، كاس لاروم ديال العنبه. كنضيفوه فلون ديال الكراميل الكبير، هذا الحجم الكبير كما كتشوفوا. اللي بغى يدير الحجم الصغير يدير جوج ديال العلب، ولكن كيزيد السكر، الكميه ديال السكر. وبالنسبه لهذه اللي كتكون معاهم راه غنخليوها مزيان. وكنضيفوا واحد ياغورت كراميل كما كتشوفوا، حتى هو غنضيفوه ونطربوه كل. دابا غنضيفو كاكاو المر. هاد الكيكه راه فيها الكراميل وفيها الشوكولات في نفس الوقت. بالنسبه للشوكولات كاكاو المر كناخذوا النوعيه الجيده. كناخذوا واحد 2 معالق كبار من الكاكاو، نغربلوهم. ولا خذوا 2 ساشيات من هذاك اللي في الباكيه. هذا راه ديال العبار، هذاك اللي كيكون اللون دائما كنقولها لكم، اللي كيكون اللون ديالو فاتح ماشي ديك الكحل، داك هو اللي نوعيه جيده. نحاولوا ندخلوه بالتدريج شويه بشويه. دابا كنضيفوا الدقيق بالتدريج. راه ديجا غربلته، ولكن ماشي مشكل، خنعاودوه المره الثانيه. انا درت هنا 3 الكيسان عندي غربلتهم ديال العنبه، وغنبقى نضيف بالتدريج تنشوف اللي غيكفيني. كنضيفوا واحد 2 خمارات ديال الحلوى. عاد من بعد كنكملوا الكميه ديال الطحين، كنديرها في وسط الطحين. نضيفوا 2 خمارات. واخا كيبان لكم الخليط راه مجموع، كنضيفوا الدقيق. تنوريكم القياس تقريبا شحال، لحقاش البيض ملي كنخدموه مع سنيده في الاول حتى كيبيض الخليط يتقال. عند بالنا راه الا زدنا واحد الكميه ديال الدقيق صافي تنقولوا كنحبسوا، ولكن لا، واخا تزيدوا شويه الطحين، لحقاش الا كان الطحين كميه ناقصه راه الكيكه ملي كتخرجوها من الفران كتهبط. ما خصش الخليط يبقى هكا كيتقطع، خصو يكون خيط واحد باش كتعرفوا راه الكميه ديال الدقيق هي هذيك. غنزيد واحد المعلقه وغنشوف. دابا راه كافي الدقيق، تقريبا درت كاس ونص ديال العنبه وافي. كما كتشوفوا غتهزوا بحال هكا، كنبقاو خيط واحد تقريبا، ولا كديروا عمليه رقم 8 الا كيتكتب لكم صافي بحال هكا. كميه ديال الدقيق راه هي هذه صافي. دابا كناخذوا المول اللي غيدخل الفران ديجا شعلت عليه باش يسخن وطيب، وغنطلقوا باش نوريكم كيفاش كتجي. هذا هو المول اللي كما كتشوفوا، هذا ديال القراصه. دهنته بالزبده ورشيت عفوا فرشت ليه ورقه ديال الطهي
باش ما يخرجش العجين من الجناب. صافي دابا غنصب الخليط. حاولوا تهزوا يديكم باش كتجي الكيكه مهويه. الا عندكم شي مول صغار من هذا من الاحسن. الكيكه من بعد ما طابت غنزينها وغنتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا ديال الكيكه من بعد ما زينتها بالشكلاط. كما كتعرفوا الشكلاط راه كلشي كيعرف كيفاش يذوبو. شديت واحد الكميه تقريبا 100 غرام ما واصلاش 80 غرام تقريبا. ذوبتها في حمام مائي، ضفت لها واحد المعلقه كبيره ولا جوج ديال الحليب، خلطته مزيان، ضفت ياغورت ديال الشكلاط دانيت. صافي هو اللي درت اللوز مهرمش والقرقاع والتمر. وانتم كيبقى التزيين كيبقى الاختيار ديالكم. اللي عندكم متوفر في الدار استعملوه. تقدروا ديروا غير الكونفيتور والكوك. انا عندي هادشي متوفر زينت به. نوريكم واحد الطرف نقطعها لكم. راه كتجي شيشه. كما كتشوفوا راه شيشه بزاف باش كتجي. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوه، راه غتعجبكم بزاف. وديده بديك الفرون ديال الكراميل، وزينتها بديك الساشيه اللي كتكون مع الفلون ديال الكراميل. درت خطوط من الفوق كتذكير بان هذه الكيكه راه فيها الكراميل. راه كتجي لذيذه. باش نقطعها معكم. كتجي شيشه بزاف. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم تستافدوا منه بالصحه والراحه. خليتكم مع وصفات اخرى بحول الله.